فيلم جديد من كتابة وإخراج إم نايت شيامالان، فيلم تراب. الناس اللي بتحب الأفلام الغريبة العبثية اللي ما فيهاش أي منطق اللي الراجل ده بيحب يعملها، ما عنديش أدنى فكرة هو ليه حاطط نفسه في القالب ده تحديدا، مش عايز يخرج منه. الفيلم من بطولة جوش هارتنت بيحكي قصة أب وبنته كوبر ورايلي بيروحوا حفلة غنائية لمطربة مشهورة، بيقضوا وقت حلو مع بعض. بنته مبسوطة قوي لأنها في سن المراهقة والحفلة الغنائية كلها للمراهقين، ولكن بنلاحظ ان المكان مليان بوليس وامن وجيش في كل شبر في القاعة. المعلومة اللي عندهم ان في قاتل متسلسل اسمه ذا بوتشر او الجزار هيكون متواجد في الحفلة دي في اليوم ده. طبعا من التريلر نقدر نفهم ان القاتل ده هو البطل بتاعنا. بنشوف بنته وهي مبسوطة قوي بالحفلة والاغاني، ولكن كوبر بيخوض حربا لا احد يعلم عنها شيئا، بيحاول يدور على طريقة يخرج بيها من المكان لان في درجة تفتيش عالية، وهو ما شاء الله شخصية سوداوية، عنده ماضي مظلم، عامل مصايب. لازم يحاول ما يتمسكش وهو بيخرج من الحفلة عشان بنته ما تتصدمش فيه، عشان ما يروحش السجن، عشان ينجح في خطته وهكذا. النص الاول من الفيلم يا الهي من امتع ما يكون. فيلم تشويق، غموض، اثارة، حبس انفاس، سلو بيرن، يعني بيسخن الاحداث على البطيء قوي عشان ينفجر فجأة. الاحداث طبعا بتدور من منظور الاب، فبتلاقي نفسك بتتعاطف معاه وعايزه ينجح في واتيفر الحاجة الغلط اللي هو بيعملها، خاصة عشان بنته. عجبتني قوي العلاقة بين الأب وبنته، من أجمل العلاقات اللي شفتها مؤخرا. الراجل عاوز يبسط بنته، مهتم باهتماماتها، مصاحبها أكتر من إنه يكون أبوها. نوعا ما تحس إن في كولاب بيحصل بين الجيل القديم وجين زي، فبتشوف فعلا علاقة حقيقية بتنشأ بين الاتنين. بيقضوا مع بعض وقت عائلي ممتع، بيتناقشوا مع بعض في اختلافات الأجيال اللي بينهم. وعاجبني إن الأب متفهم جدا وقريب من دماغها جدا. هو بالنسبة له واضح إنه مهتم بحاجات تانية، شاغل باله بموضوع تاني. حضوره للحفلة دي أصلا عبارة عن تغطية على مصيبة كبيرة هو بيعملها. هو بيزيكلي بيستغل بنته، ولكن في نفس الوقت بنشوف اللحظات اللي فيها الأب بيشجع بنته إنها تنبسط، حتى لو هو بيتظاهر قدامها إنه مهتم باهتماماتها، ولكن ده شيء بيعني لها الكثير. والأداء عموما بتاع الشخصيتين كأب وبنته من أجمل ما يمكن. النص الأول ممكن تحس إنه بطيء، لكن أنت مش قادر ما تكملش الفيلم. إم نايت شيامالان عبقري في إنه يخليك دايما على حافة كرسيك. شاطر جدا في التشويق، يكفي بس إنه بيحكي لك احداث غامضه تشويقيه ظلاميه سوداويه في وسط اجواء احتفاليه غنائيه، كل الناس مبسوطين وبيغنوا وبيرقصوا. ده عامل كونتراست او تباين من منظور البنت في حفله، في سيلفي، في مشاهير، في ناس على المسرح، في ناس ورا المسرح. لكن من منظور الاب كل ده بالنسبه له هراء. هو حرفيا يقدر يتحكم في كل شيء، عبقري، بيفكر بشكل تكتيكي، عنده مهارات زي ليام نيسون في فيلم تيكن. التباين ده بينهار تماما في النص الثاني من الفيلم، وده بصراحه كان بالنسبه لي عباره عن هبل وعبط، ومش عارف بجد ايه اللي حصل. ليه الفيلم كان بادئ حلو وماشي تمام، وفي الاخر هبل وصدف وانعدام منطق وحاجات تخليك تكره الفيلم كله. النص التاني ما هو الا عباره عن لحظات من اتخاذ قرارات غبيه، شخصيات بتسيب شخصيات تانية تديها على قفاها، بوليس ملوش اي لازمه حرفيا. الدوافع بتاعت بطلنا طلعت فكسانه في الاخر ومش مفهومه اصلا. انا لحد دلوقتي مش فاهم هو عايز ايه. لكن بصراحه عجبني قوي اداء ساليكا شيامالان اللي هي بنت ام نايت شيامالان، مشغلها معاه بالواسطه، عامله اداء جبار. ابهرني فيها انها شخصيه عنيده جدا، كل حاجه بتعملها ما شاء الله بتطلع صح. جننت البطل بتاعنا معاها. طبعا انا بتريق، ادائها سيء جدا. ممكن اقول ان ادائها الغنائي حلو. يمكن عجبني ان النص الاول كله هي عامله اداء غنائي فقط، المطربه اللي على المسرح اللي عماله تغني، ولكن النص التاني اتفاجئت انها بقت موجوده معانا في الاحداث. ده توظيف في الاخراج انا بحبه في الافلام عموما، لما يكون بداية الفيلم او المسلسل في شخصية انا مش واخد بالي منها، ولكن في نص الاحداث بتبدأ تبقى شخصية رئيسية في القصة. من الاخر بصراحة تجربة مشاهدة الفيلم ككل ما اقدرش اقول انها وحشة. استمتعت جدا بالنص الاول، وده اللي يخليني انصح بمشاهدة الفيلم. ولكن ممكن اقول حاول ما تحطش امل على النص التاني. اتفرج على الفيلم هتستمتع بيه جدا، بس جهز نفسك ان النص التاني او التلت الاخير من الفيلم عبارة عن عبث. فيلم تراب تقييمي ليه 6/10، مناسب للسهرة، مناسب للمشاهدة العائلية، خالي من اي مشاهد جنسية، العنف مش كتير خالص، خفيف جدا على القلب، ولكن هو جرعة قوية من الإثارة والتشويق. دي كل حاجة كنت عايز اقولها عن الفيلم ده. قول لي رأيك فيه في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة والجرس، واشوفكم في اللي بعده.